النادي الإفريقي يحسم صفقة إسماعيل سمبارا ويعزز خطه الدفاعي. حسم النادي الإفريقي اليوم الجمعة 14 أوت 2026 صفقة المدافع المالي إسماعيل سمبارا بعد فترة من الترقب والتطورات المتسارعة التي رافقت المفاوضات والانتقال إلى تونس. وأعلنت إدارة النادي الإفريقي رسمياً إتمام إجراءات التعاقد مع سمبارا في صفقة تمتد لمدة موسمين، أي إلى غاية جوان 2028، ليصبح بذلك المدافع المالي لاعباً رسمياً في صفوف فريق باب الجديد. وكان سمبارا البالغ من العمر 28 سنة قد دخل منذ أيام في مفاوضات متقدمة مع النادي الإفريقي بعد أن برز اسمه كأحد أبرز الخيارات المطروحة لتعزيز محور الدفاع. وكان الاتفاق الأولي يقضي بانضمامه إلى الفريق في صفقة انتقال حر بعد نهاية تجربته مع الملعب المالي. ويملك المدافع المالي تجربة مهمة في الملاعب الإفريقية والعربية، حيث سبق له الدفاع عن ألوان عدة أندية من بينها جينيراسيون فوتو السنغالي والمغرب التطواني ونواذيب الموريتاني، إضافة إلى الملعب المالي. وخلال الموسم الماضي لفت سمبارا الأنظار مع الملعب المالي، خصوصاً في دوري أبطال إفريقيا، حيث قدم مستويات قوية أمام الترجي الرياضي. وتمكن فريقه آنذاك من فرض التعادل دون أهداف في تونس قبل أن يحقق الفوز في مالي بهدف دون رد في مواجهتين أظهر خلالهما سمبارا صلابة دفاعية واضحة. وكانت الصفقة قد شهدت تطوراً مفاجئاً في بداية الأسبوع بعدما خضع اللاعب للفحوصات الطبية التي أثارت بعض التحفظات، قبل أن تشير تقارير إلى تراجع النادي الإفريقي عن إتمام الانتداب بعد فحوصات معمقة. لكن الملف عاد إلى الواجهة بشكل مفاجئ، حيث نجحت إدارة النادي في تجاوز هذه المرحلة ليتم في النهاية إتمام التعاقد رسمياً مع المدافع المالي. وبذلك أصبح سمبارا أحد العناصر الجديدة التي ستعزز تركيبة الفريق استعداداً للموسم الرياضي القادم. ويأتي هذا الانتداب في إطار رغبة النادي الإفريقي في تدعيم خطه الخلفي، خاصة بعد رحيل عدد من المدافعين، وهو ما جعل مركز قلب الدفاع من أبرز الأولويات خلال فترة الانتقالات الصيفية. ويأمل جمهور النادي الإفريقي أن يقدم سمبارا الإضافة المنتظرة، خصوصاً وأن اللاعب يمتلك خبرة في المسابقات الإفريقية وسبق له مواجهة أندية كبيرة في القارة. وبانضمامه إلى النادي الإفريقي سيكون سمبارا أمام تحد جديد في مسيرته، وهذه المرة بقميص أحد أكبر الأندية التونسية، حيث سيكون مطالباً بتأكيد المستوى الذي ظهر به مع الملعب المالي والمساهمة في بناء خط دفاع قوي قادر على المنافسة محلياً وقارياً. صفقة إسماعيل سمبارا أصبحت الآن رسمية، والأنظار ستتجه إلى ظهوره الأول مع النادي الإفريقي ومدى قدرته على تقديم الإضافة في محور الدفاع. فيديو جديد على القناة. اليوم هنتحدث عن واحد من أكثر الملفات إثارة في الميركاتو الصيفي، وهو مستقبل المدافع الليبي علي يوسف. خلال الأيام الأخيرة انتشرت أخبار كثيرة تربط اسم اللاعب بالنادي الإفريقي، بينما تحدثت مصادر أخرى عن دخول الترجي الرياضي على الخط، وهو ما جعل الجماهير تتساءل: أين سيلعب علي يوسف الموسم المقبل؟ وهل يعود إلى البطولة التونسية أصلاً؟ في هذا التقرير سنستعرض كل المعطيات المتوفرة حتى الآن، ونفصل بين الأخبار المؤكدة والشائعات. بداية القصة: علي يوسف يعرف الكرة التونسية جيداً بعد تجربته مع النادي الإفريقي، حيث قدم مستويات مميزة جعلته محط أنظار عدة أندية قبل انتقاله إلى نادي نانت الفرنسي في جانفي 2026. ومع كل فترة انتقالات يعود اسم اللاعب إلى الواجهة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأندية الكبرى في تونس. لماذا عاد اسمه إلى الواجهة؟ خلال الأيام الماضية انتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد وجود مفاوضات مع النادي الإفريقي، بينما تحدثت صفحات أخرى عن اهتمام الترجي الرياضي بالحصول على خدماته. هذه الأخبار خلقت جدلاً واسعاً بين جماهير الناديين، لكن السؤال الأهم هو: هل توجد مفاوضات رسمية فعلاً؟
موقف النادي الإفريقي. جماهير النادي الإفريقي ترى أن علي يوسف يعرف أجواء الفريق ولن يحتاج إلى وقت طويل للتأقلم إذا عاد، كما أن الفريق يستعد للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، ولذلك يحتاج إلى تدعيم الخط الخلفي بلاعب يملك الخبرة والجودة. لكن إلى حد الآن لم يصدر أي إعلان رسمي من النادي يؤكد التوصل إلى اتفاق مع اللاعب أو مع ناديه. ماذا عن الترجي؟ في المقابل ربطت بعض الصفحات اسم الترجي الرياضي باللاعب، خاصة مع سعي الفريق إلى تدعيم دفاعه، إلا أن هذه الأخبار لم تتأكد أيضا من مصادر رسمية، ولم يصدر أي إعلان من إدارة الترجي بشأن التفاوض مع علي يوسف. ماذا تقول المصادر؟ في وقت سابق خرج مسؤول من نادي نانت ونفى وجود أي اتصالات أو مفاوضات مع النادي الإفريقي أو الترجي الرياضي، مؤكدا أن ما تم تداوله آنذاك لا يستند إلى مفاوضات فعلية. وهذا يعني أن جزءا كبيرا من الأخبار المتداولة كان مبنيا على التكهنات أكثر من كونه معلومات رسمية. هل يمكن أن تتغير الأمور؟ في سوق الانتقالات كل شيء وارد، قد تتغير المفاوضات في ساعات قليلة، وقد تدخل أندية جديدة على الخط، خاصة إذا أصبح اللاعب متاحا للإعارة أو الانتقال. لهذا السبب يبقى من الصعب الجزم بوجهته قبل صدور إعلان رسمي. من يملك الأفضلية؟ إذا نظرنا من الناحية الرياضية، النادي الإفريقي يمنح اللاعب فرصة العودة إلى فريق يعرفه جيدا وجماهير اعتادت عليه. أما الترجي فيشارك أيضا في المنافسات الكبرى ويملك مشروعا رياضيا قد يكون جذابا لأي لاعب، لكن في النهاية القرار سيعتمد على عدة عوامل، منها رغبة اللاعب وموقف ناديه والعرض المالي وطبيعة المشروع الرياضي. كلمة أخيرة، حتى هذه اللحظة لا يوجد إعلان رسمي يؤكد انتقال علي يوسف إلى النادي الإفريقي أو إلى الترجي الرياضي. كل ما يتم تداوله يبقى في إطار الأخبار والتقارير الإعلامية، لذلك من الأفضل انتظار البلاغ الرسمي من النادي المعني أو من اللاعب نفسه قبل تأكيد أي وجهة. الخاتمة، والآن جاء دوركم. برأيكم أين ستكون الوجهة الأفضل لعلي يوسف؟ العودة إلى النادي الإفريقي أم الانتقال إلى الترجي الرياضي؟ اكتبوا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد عن أخبار النادي الإفريقي والميركاتو التونسي. عليك العالم